في بيت نهى. بكل عصبية كانت بتدور في مكتبة قديمة وهي عمالة تقول يعني ايه يعني؟ هتكون راحت فين يعني؟ الأرض اتشقت وبلعتها مثلا؟ هو في ايه يا نهى؟ بتدوري على ايه؟ وايه اللي دخلك مكتبة جدك؟ مش انا قلتلك 100 مرة ما تدخليش المكتبة دي خالص؟ ايوه قلتيلي، بس انا ضايع مني كتاب مهم جدا ومش لاقياه، قلت ممكن الاقيه في المكتبة هنا. وايه اللي هيودي كتابك في المكتبة هنا؟ دي مكتبة جدك الله يرحمه ومقفولة كمان من زمان قوي. عادي يعني يا ماما، ممكن يكون هنا ولا حاجة. هو انت بقى مش هتبطلي شغل الجنان بتاع ده؟ اتفضلي يلا واخرجي بره من المكتبة، مفيش حاجة هنا وانا اروح احضر لك الغدا. ماما قالت لي كده وسابتني وخرجت. يعني ليه يعني ما ادخلش المكتبة؟ يعني هي فيها اثار يعني ولا ايه؟ انا مش عارفة ايه الاوفر ده. وفي الوقت ده لفت انتباهي المكتب بتاع جده. جده ده كان عظيم، كان عنده حتة مكتب لما اروح اقعد عليه شوية. وفعلا اخدت بعضي ورحت قعدت على كرسي المكتب. عنده حق والله، القعدة كده تحسسك انك في شموخ. وايه كمية الكتب دي كلها؟ بس فجأة سكت لما شفت ورقة بتلمع. ايه ده؟ ده ايه الورقة اللي شكلها غريب دي؟ وبعد كده فتحتها، واول ما فتحتها اتصدمت. ده ايه المكتوب ده؟ لو عاوز تعرف سر الصندوق دور على الصندوق اللي موجود ورا مكتبة الكتب اللي في المكتبة. الصندوق اللي هيغير حياتك، بس لازم تكونوا 4 عشان توصلوا للكنز. المكتبة اللي لونها اسود رابع كتاب شيله، الباب هيتفتح، بس لازم تكونوا 4. انا مش فاهمة اي حاجة. هو كنز ايه اللي هيغير حياتي ده؟ وليه من اساسه لازم نكون 4؟ طب اجيبهم منين انا ال4 دول؟ سكت شوية وفضلت عمالة افكر. ايوه انا عرفت مين اللي هيجي معايا. يلا سلام يا جدو، لو فعلا اللي انت كاتبه ده طلع صح وفي كنز يا سلام. طب والله اللي عامل لك كل دي الرحمة ونور عليك، مش خسارة فيه. انا لازم اروح بسرعة الجامعة عشان اقنع البنات. يلا بقى سلام عليك يا جدو، كنت فين انت من زمان؟ يا ريتني كنت دخلت المكتبة دي من بدري. وفعلا راحت نوى الكلية. هو انتم مش قادرين ليه تفهموني؟ انا تعبت من كتر ما انا عمالة اشرح لكم. تشرحي ايه يا نهى؟ احنا مش فاهمين منك حاجة. ومكتبة ايه دي اللي انت عايزانا نروحها معاكي؟ وكنز ايه اللي بتتكلمي عنه؟ بنتي يا نهى انا شاكه فيكي، اوعي بنت تكوني بتجري في الاثار. اثار ايه انت كمان؟ بقول لكم كنز وجده سايب. طيب ما تروحوا تاخديه، احنا مالنا احنا؟ هو احنا يعني هنورث معاكي؟ امال انا بفهم فيكم ليه من الصبح؟ ها مكتوب ان لازم نكون 4 عشان المكتبه تتفتح واخد الكنز يا ذكيه منك ليها. بصراحه بقى غريبه، انا اول مره في حياتي اسمع حاجه زي دي. انا عايزاكم تساعدوني، انتوا عارفين ان انا وماما بس اللي عايشين لوحدنا ومفيش اي حد هيساعدني غيركم. طب وايه بقى المقابل؟ ماديه حقيره. اكيد يعني هيبقى فيه مقابل، بس نلاقي الكنز بس في الاول. بس انا بقى مش مطمنه للموضوع ده، اكيد في حاجه غلط. لا طبعا مفيش اي حاجه، اكيد جدي مش هيعرضني للخطر يعني. على فكره يا بنات نهى عندها حق، وكمان المكتبه في بيتها، يعني الموضوع مفيهوش اي خطر ولا اي حاجه. ايوه صح يا ساره، خلاص احنا موافقين نيجي معاكي. انا كنت متاكده ان انا مش هون عليكم وان انتوا اكيد هتساعدوني. لا يا حبيبتي، ده احنا هنساعدك بس عشان هيبقى لنا كنز من اللي انت هتلاقيه. وانا موافقه، انا هستناكم بالليل بعد ماما ما تنام، ماشي؟ وفعلا بالليل بعد ما مامة نهى ما نامت جم البنات جايين في ميعادكم بالظبط، يلا بينا بسرعه. وفعلا اخدتهم ودخلنا المكتبه. ايه المكتبه دي كلها وكل دي كتب جدك؟ ده جدك ده كان دماغه رايقه قوي. قال قولي لي بقى فين الكنز ده؟ انا مش شايفه غير كتب وخلاص. هو كان كاتب ان المكتبه السوداء دي فيها كتاب هنشيله، الباب هيتفتح على طول، وبكده بقى هنلاقي الصندوق اللي هيوصلنا للكنز. طب ايه مستنيه ايه؟ يلا بسرعه خلينا نشوف اخرتها. وفعلا راحوا عند المكتبه وشالت نهى الكتاب والباب اتفتح وكلهم انبهروا. ده جدك ده طلع عفريت بصحيح، عملها ازاي ده؟ طبعا يا بنتي، هو انا جدي كان اي حد ولا ايه؟ طب يلا بقى ندخل المكان الغريب ده، لاني بصراحه بدات اخاف، ده شكله مرعب قوي. ما تخافيش، احنا مع بعض واكيد هنلاقي الصندوق وناخده ونخرج على طول. وفعلا دخلوا بدروم، والبدروم ده كان ضلمه قوي. كويس ان انا جبت معايا كشاف، المكان ضلمه قوي هنا، انا مش شايفه اي حاجه. ونهى نورت الكشاف، دخلوا ال4 وهم مرعوبين. ها يا نهى، لقيتي الصندوق اللي قال عليه ولا ايه بالظبط؟ هو انا لحقت يا بنتي؟ ما احنا لسه بندور، اهدي بقى انا مش ناقصه رعب. انا بس ايه اللي خلاني اسمع كلامكم؟ انتوا السبب، انا عاوزه امشي اروح عند امي. مفيش صندوق ولا حاجه اهو، وشكل جدها بيهزر وقاصد ان هو يرعبها ويربيها، كان قلبه حاسس ان هي ناقصه ربايه. ومره واحده اتكلمت ساره وقالت ايه ده؟ الصندوق يا بنات، تعالوا بسرعه يلا نفتحه عشان نشوف في ايه، يلا بسرعه. وفعلا راحوا هما ال4 عند الصندوق. نهى بفرحه
يا حبيبي يا جدو، طلعت ما بتضحكش عليا وسايب لي كنز، مش خساره فيك الكولدير يا جدو وربنا. وده وقته، يلا يا اختي نفتح الصندوق ونشوف ايه هو الكنز اللي بيقول عليه ده. وفعلا فتحوا الصندوق، بس اتصدموا هما الاربعه، وريم قالت ايه ده؟ دي مرايات. هو ده الكنز اللي احنا هنلاقيه في الصندوق يا نهى؟ يا ريتني ما سمعت كلامك وجيت هنا يا نهى. بقى كده يا جدو؟ بقى بتشتغلني؟ طب والله ما انا عامله لك كولدير، الله يكسفك. طب يلا يا اختي يلا نخرج، يا ريتنا ما تعبنا نفسنا. استنوا بس، اكيد المرايات دي ليها سبب. مين الفاضي يعني اللي حطها في الصندوق كده؟ مش غريبه دي؟ غريبه ايه يا نهى؟ واحد فاضي وبدروم اغرب منه، واحنا سمعنا كلامك وجينا وراكي وخلاص، وطلع ولا في كنز ولا في بتنجان. لو عاوزه يا حبيبتي مرايات خديها، انا عن نفسي متنازله عن المرايه بتاعتي ليكي. يلا يا بنات، دي واحده فاضيه. استنوا بس، في ورقه مكتوبه في الصندوق، تعالوا نشوف فيها ايه، مش ممكن توصلنا لحاجه؟ يوه، تاني يا نهى هنسمع كلامك تاني؟ ده تلاقين كاتبين عليها ازاي نحافظ على المرايات اللي في الصندوق. ما هو اللي يحط مرايات في الصندوق يبقى واحد هايف وفاضي زي حضرتك بالظبط كده. استني بس يا ريم، خلينا نشوف ايه اللي مكتوب، مش بعد ما جينا لحد هنا هنمشي من غير سبب مقنع ولا ايه يا بنات؟ ايوه صح يا ساره، عندك حق. خلينا نشوف مكتوب ايه. اتفضلي اقري المكتوب يا نهى، خلينا بقى نمشي من هنا. وفعلا نهى اخدت الورقه وقرأتها. الكنز المفقود موجود، كل مراية فيها أمارة، وإلا توصلك للكنز المفقود. ثبتوا المراية على الأرض وادخلوها، هتلاقوا الأمارة. ده ايه الكلام ده؟ انا بجد مش فاهمه اي حاجه. مرايات ايه اللي تتثبت على الارض، واماره ايه اللي هنلاقيها وتوصلنا كمان للكنز؟ هو انت مسكتي في الكلام ده وما خدتيش بالك بقى ان هو بيقولك ندخل المرايات؟ بت يا نهى، انت متاكده يا بت ان جدك ده ما كانش مجنون؟ ما كانش بيتعالج ولا حاجه؟ لا خالص على فكره، انا كل اللي اعرفه ان هو كان محب للكتب جدا، حب غريب قوي. يبقى جدك بقى اتلسع من قرايه الكتب. يلا يا حبيبتي يلا خلينا نخرج من هنا. لا انا مش هخرج غير لما اجرب الكلام اللي جده كاتبه، هيحصل ايه يعني؟ طب اتفضلي ياما، اتفضلي ثبتي المرايه لما نشوف ايه اللي هيحصل، بس خلي بالك ان ده اخر حاجه هنعملها معاكي. وفعلا كل بنت ثبتت المرايه بتاعتها ودخلوا المرايه، بس المفاجاه بقى ان هما دخلوا في عالم غريب جدا. عالم كان كله ناس لابسه ابيض في ابيض وبيطير ولابسين جناحات، وكانوا مصدومين جدا. ايه ده؟ احنا فين؟ ومين الناس اللي مش ثابتين في الارض دول؟ هو جدك ده ودانا فين؟ وناوي يعمل فينا ايه بالظبط؟ يلا بسرعه، يلا نخرج من المرايه تاني، يلا يا بنات. ايوه صح عندك حق، يلا نخرج. وفعلا الاربع بنات قربوا من المرايه عشان خاطر يخرجوا، بس فجاه كل مرايه اتحولت لكائن بيطير لابس ابيض في ابيض وله جناحات. كلهم اتصدموا. المرايات راحت فين؟ ومين دول؟ ده ايه ده؟ انتوا مين وعاوزين ايه؟ اكيد دول الاماره اللي جدي قال عليهم. اماره ايه؟ الله يهدك انت وجدك وعلى اليوم اللي جينا فيه معاكي المكتبه. استنوا بس يا بنات نعرف هم مين، وراحت فين المرايات؟ انطقوا بعد اذنكم وقولوا انتم مين. واحد منهم نطق وقال هو انتم مدينا فرصه نتكلم؟ انتم ملككين قوي، عالم الانس ده بيتكلم كتير. نهار اسوح، عالم الانس؟ وانتم بقى ايه؟ تطلعوا ايه؟ علم اللهم احفظنا صح؟ لا احنا من الجن الطيب اللي هنساعدكم عشان توصلوا للكنز، وكل واحد مننا مسؤول عن انسيه اللي هيساعدها في كل حاجه، ولازم طبعا تسمعوا كلام ده في كل حاجه وتمشوا ورانا. الغلطه هنا ب1000 والعقاب عسير. لا ما تقلقش، احنا نسمع الكلام بالحرف عشان خاطر نوصل للكنز، احنا جايين هنا اساسا عشان خاطر الكنز. وفجأة كل جن وقف ناحية واحدة وقالوا يلا بينا. يلا بينا على فين؟ احنا نمشي كده يعني من غير ما نعرف احنا رايحين على فين؟ مش ممكن تكونوا خاطفيننا. ايوه صح عندك حق يا سارة، احنا نضمن منين ان انتوا ما تاخدونا تودونا على الكنز؟ ومين قال ان احنا هنوديكوا على الكنز؟ احنا هنساعدكم بس وانتوا اللي هتوصلوا للكنز. يا صلاة النبي احسن. سامعة يا ست نهى؟ يعني الجن بذات نفسه مش هيعرف يوصل، احنا بقى اللي هنعرف؟ ما تستني بس يا سارة، مش ممكن فعلا نوصل وهم معانا، اكيد هيساعدونا. صحيح ما تعرفناش عليكم، اسمكم ايه بقى؟ هو انت هتصاحبيهم؟ ما تشربي معاهم قهوة بالمرة. يا بنتي ما تبقيش نكدية كده، اهو نتسلى في الطريق. يا ريتنا كنا جبنا معانا لب وسوداني ما دام الموضوع ما هيطول قوي كده. انا اسمي شاروخ، وده رماح، وده رموح، وده من غير ما تقول ده مطروح. يخرب بيتك، انت بتهزري؟ ده جن يعني ممكن يعلقك ولا يخليكي حاطه تطيري زيه بجد؟ طب وحياة امك اعملها، ده انا نفسي اطير قوي من زمان، ده حلم من زمان اساسا. دي شكلها هبله،
انا قلت لكم الشغل مع الانس متعب وفرهضة على الفاضي. الله، هو الحلو بقى مين؟ ها، اسمك ايه يا شبح انت؟ ما تعرفناش. شبح، انا اسمي ريحان، واللي هكون معاكي طول فترة تدويركم على الكنز. طب بقولك ايه، فكك انت بقى من الحكايه دي وخدني معاك فرجنا على العالم بتاعكم احسن. انا بقى مش بتاعت كنز والكلام ده، ومش بحب الفرادة زيك كده. قشطه يا شبح؟ قشطه ايه، هو ده وقته؟ ما تخلينا بقى ندور على الكنز، يلا بينا. وفعلا كل واحده مشيت وفوقها الجن بتاعها، وفضلوا ماشيين فتره طويله لحد ما تعبوا وقعدوا على الارض. لا، انا خلاص تعبت، ما عدتش قادره امشي تاني. هو احنا هنوصل امتى بقى؟ مش عارفه يا امل، هو احنا هنفضل ماشيين كده كتير ولا ايه؟ معرفش هتفضلوا ماشيين لحد امتى. نعم؟ امال حضرتك معانا ليه؟ ها، وهتساعدنا ازاي؟ مش المفروض ان انت اللي هتوصلنا وتقول لنا هنوصل امتى؟ ايوه المفروض هتدخلوا العالم الجن عشان توصلوا للكنز. وهو فين عالم الجن ده؟ ثانية واحدة. وهوب مرة واحدة اختفى، وفجأة لقوا نفسهم في عالم الجن. ايه ده؟ بسهولة كده؟ امال خليتونا نمشي ده كله ليه؟ مادام بالسهولة دي كلها تدخلونا العالم في ثانية. افتكرناكم عاوزين تتمشوا. نتمشى؟ على اساس ان احنا جايين هنا عشان نتمشى؟ احنا جايين عشان الكنز وبس. ده عالم الجن وفيه هتوصلوا للكنز، وهتقابلوا ملك الجان كمان، وهو اللي هيقول لكم عن طريق الكنز. قال هو فين ملك الجان ده؟ حالا وهتكونوا قدامه. وفعلا في ثانية لقينا نفسنا قدام ملك كبير له أجنحة كبيرة وحواليه جن بيطير. ايه ده؟ مين دول؟ واحنا رحنا فين؟ يا ريحان، هو ايه ده بالظبط؟ ده يبقى ملك الجان اللي هيقول لكم على مكان الكنز. وشكله عامل كده ليه؟ ومين اللي حواليه دول؟ دول الخدم بتوعه، هو يؤمر وهم عليهم التنفيذ. شاروخ، هو عادي كده نكلمه يعني ولا ممكن يعمل فينا حاجة؟ هو عارف انتم جايين ليه وعاوزين ايه وهيساعدكم. بجد؟ طب انا هجرب. واخدت بعضي وقربت وانا هموت من الخوف. انا جاي ادور على الكنز اللي سابهولي جدي، وعاوزاك تساعدني وتقولي على مكانه. عارف، ولازم توصل لراس ملك الجن السفلي، لان ما ينفعش حد يعمل كده غير يكون انس من الارض من عالم الجن. لو جبتيه لراسه هوصلك للكنز، مش هتعرفيه، مش هترجعي، وهتفضلي محبوسة هنا في عالم الجن مدى الحياة. وهنا بقى أمل وريم وسارة اتصدموا. إيه؟ طيب حضرتك يعني الحكم ده عليها لوحدها ولا إحنا كمان معاها؟ على أي حد دخل عالم الجن برجله راس ملك الجن السفلي تاخدوا الكنز. مفهوم ولا لأ؟ مفهوم يا ملك الجن. وفجأة لقوا نفسهم رجعوا مكانه، بقوا واقفين ومستغربين جدا. ايه ده؟ ايه اللي رجعنا هنا تاني؟ وفين ملك الجن وخدامه؟ خلاص، هو قال اللي عنده وانتم عليكم التنفيذ. تنفيذ ايه يا ست نوح؟ سمعت قال ايه؟ قال لو ما جبناش راس ملك الجن السفلي هنفضل هنا على طول، ما عدناش هنشوف بني ادمين تاني. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك ويخرب بيت جدك، ربنا ياخدك انت وجدك. ما هو جدها خلاص مات. يموت تاني وتالت ورابع؟ ما هو لو ما كانش اتزفت ومات ما كناش احنا جينا هنا. انا عايزه امي، انا عايزه اروح من هنا. هو انتوا بتتكلموا كتير ليه؟ انس لكاك وزنان. ما تبطلوا كلام ودوروا على ملك الجن السفلي ووصلوا للكنز بتاعكم. هو انت مين انت عشان تقول كده؟ انت ما تتدخلش اصلا، انت هنا معانا عشان تسمع كلامنا وبس، مفهوم ولا لا؟ وهوب فجأة لقت نهى نفسها متعلقة على الهوا والكل اتصدم. لا 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 لا، احنا ما اتفقناش على كده، نزلني، اللي هتنستر نزلني. انزلي لوحدك مادام انت لسانك طويل كده وقليلة الادب. ده انا حتى كيوت وغلبانه. والله دي البت ساره هي اللي لسانها طويل حتى اسالهم. طب ليه كده؟ طيب هو انا كنت عملت حاجه؟ ما تصدقهاش يا اخ شاروخان، انت ما تخليهاش توقع ما بيننا. بطلوا بقى، مفيش وقت، لازم تدوروا على الكنز. طب والله انت العاقل اللي فيهم، طبعا مش معايا يبقى لازم تكون عاقل. رمح رد عليها بحب وقالها شكرا يا حنين، مش وقته، ده انت رخمه رخامه. يلا بقى نزلني عشان خاطري، اللي هتنستر نزلني. وفعلا نزلت نهى وشاروخ قال يلا امشوا. وفعلا فضلنا ماشيين لحد ما ساره لقت شجره تفاح، راحت عندها وقالت الله، تفاح شكله حلو قوي وجميل جدا، واخدت التفاح واكلت منها حته. بس فجاه لقت جن ظهر بكل غضب وقال انت ازاي تاكلي التفاحه من شجرتي؟ رميت التفاحه من ايدي بصدمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انت انس ولا جن؟ أنا جن الفواكه والشجر مسؤوليتي. اهلا وسهلا. بس عارف التفاح حلو بشكل، انت شكلك شاطر في الزراعة. انت عملت غلطة كبيرة أوي ولازم تتعاقبي. ولا هتعرف تعمل اي حاجة، ما كانتش تفاحة يعني. خدها، ده انت طلعت جن معفن بشكل. وكانت لسه هتمشي بس فجأة اتحولت لشجرة. سارة بصت على نفسها بصدمة. ايه ده؟ هو انا فين؟ هو ايدي ورجلي فين؟ ايه يا رب الفروع اللي طلعت لي دي؟ انا مش فاهمة اي حاجة. انت عملت فيا ايه؟ حولتك لشجرة، لازم تتعاقبي على اللي انت عملتيه. لا 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 لا، رجعني. انا اسفة ما عدتش هعملها من تاني. ولو على التفاحة يا سيدي انا هجيب لك كرتونة بحالها. بس رجعني الهي تنستر. بس مرة واحدة الجن اختفى وسابها. انت رحت فين؟ الله يخرب بيتك، انت هتسيبني كده؟ طب وبعدين اعمل ايه يا ربي؟ ومحدش عارف ان انا اتحولت شجرة اساسا. ياني الله يخرب بيتك يا نهى، انت وجدك اشوف فيكم يوم. بس فجأة ظهر لها ريحان. مش قلتلك ما تتحركيش وخليكي معايا؟ بقى عاجبك كده اللي انت فيه ده؟ رحرح حبيب قلبي. مين رحرح ده؟ ما حدش واقف هنا غيري. انت يا ريحان، ايه بدلعك؟ ممكن ترجعني زي ما كنت؟ للأسف مش هقدر، مش مسموح لي اعمل كده ولا خالف القوانين. يعني ايه يعني انا هفضل شجرة كده طول عمري؟ يعني مش هرجع انسانة تاني ابدا؟ لا هترجعي، بس لما ترجعي للعالم بتاعك الانسي. يعني ايه؟ يعني هفضل طول ما انا هنا شجرة؟ ايوه هتفضلي شجرة. ماشي، مادام هرجع تاني لما نلاقي الكنز استحمل بقى والسلام. بس بقولك ايه، هو انا شجرة ايه؟ شجرة ليمون. ايه ده؟ ليمون؟ طب وما حولنيش شجرة مانجا ولا توت ليها؟ ده انا حتى مش هستفاد مني في اي حاجة. يعني هو ده اللي همك ومش همك ان انت بقيتي شجرة؟ هعترض يعني على حكمة ربنا؟ يلا بقى خد بايدي، زمانهم قلقانين عليا. اما بقى عند نهى كانت بتتخانق مع شاروخان وبتقول: لا بقولك ايه، انت المفروض تسمع كلامي وانا اللي اقول اعمل ايه وما اعملش ايه، وانت تساعدني وبس. يعني ازاي يعني اسمع كلامك وانت بتقولي حاجة غلط؟ عندك انا عمري ما اعمل حاجة غلط ابدا. انا كل كلامي صح ومفهوم على فكرة. يا جماعة هو انتوا بتتخانقوا وناسين حاجة مهمة؟ سارة مختفية، انا بجد قلقان عليها قوي. اكيد ريحان معاها ومش هيسيبها، ما تقلقيش عليها. وفجأة ريحان وصل وكان معاه سارة وهي شجرة. الله، هي فين سارة؟ ما جاتش معاك ليه؟ حصل لها حاجة ولا ايه؟ انا جيت اهو، انتم مش شايفيني ولا ايه؟ وهنا بقى كلهم اتصدموا. سارة شفتوا اللي حصل لي؟ انا بقيت شجرة. لا ومش اي شجرة، شجرة ليمون. ازاي ده؟ ازاي حصل كده؟ اكيد كلت من شجرة تفاح من غير استئذان. يا سلام، وهي عشان اكلت تفاحة من شجرة من غير ما تستأذن تعملوا فيها كده؟ ده ظلم على فكرة. احنا ما عندناش ظلم، احنا جن العدل والرحمة، بس كل حاجة وليها قانون. طيب وايه الحل؟ هتفضل كده طول عمرها يعني؟ مش هترجع تاني؟ لا هترجع، بس لما ترجع لعالم الانس. بقول لكم ايه بقى، انتوا تلاقوا كنز بسرعة قوي. انا مش هستحمل ابقى شجرة ليمون كده كتير. معلش اعصر على نفسك ليمونة. والكل فضل عمال يضحك على سارة، وسارة بكل عصبية: انتوا بتتريقوا؟ ما انا اللي غلطانة، انا سمعت كلامكم. انا كان مالي انا ومال القرف اللي احنا فيه ده. هترجعي تاني انسية، ما تزعليش. والله يا رحرح انت اللي مهون عليا. طب يلا بينا ندخل الكهف. مش هينفع ندخل كده، ساعتها مش هنعرف نخرج، الخدم هيقتلونا تاني. مش قلتلك ما تتكلمش؟ طب ممكن يكون معاه حق يا نهى. يعني انت عاوزانا ندخل الكهف بتاع الملك الجان السفلي نقوله لو سمحت احنا عايزين راسك، هيديها لنا كده بالسهل مثلا؟ تعالوا بس، انا هعرف اتكلم معاه. سيبوني بس انا اتكلم معاه وادوني فرصتي. تعالي هنا، هو بالسهل كده تروحي وتتكلمي مع ملك الجان السفلي؟ امال هو انت متعرفنيش ولا ايه؟ بس انت بس وديني هناك وانا هتصرف. وفعلا راحوا على مكان كله ضلمه وفيه نور احمر بسيط. ريم اتكلمت بكل خوف وقالت: ايه ده يا بنات؟ احنا فين وايه المكان الغريب ده؟ المكان ضلمه قوي. انا من ساعه ما بقيت شجره وانا حاسه ان نظري ضعيف، ما عدتش زي الاول. عشان تبقي ما تمديش ايديك على حاجه مش بتاعتك. ليه كده؟ ده انا كنت ابتديت ان انا احترمك. وجه فجاه جن احمر قال بكل غضب: انا شامم ريحه انس، في انس في المكان. ايه ده؟ هم بيشمونا ولا ايه؟
للدرجة دي ريحتنا طلعت عن الجن؟ الحمد لله يا رب، أنا شجر ماليش ريحة وكل ليمون. إحنا عاوزين نقابل ملك الجن السفلي. ملك الجان وإنسية كمان؟ هو انتوا ما تعرفوش ان الانس اللي بيجي هنا بيموت فورا؟ هر اسوح، يموت ازاي؟ انا لسه صغيره، مش عاوزه اموت دلوقتي منك لله يا نهى، خرجوني من هنا، انا عاوزه اروح عند امي. ما تقلقوش، احنا معانا الجن هيحمينا ويساعدنا. بس فجأة بص حواليهم ما لقوش حاجه، اختفوا كلهم. هر اسوح، دول هربوا وسابونا، هنعمل ايه دلوقتي؟ ودي محتاجه كلام؟ بتعرفوا تجروا يا بنات؟ ولسه هيجروا بس فجأة لقوا الجن محوطهم من كل مكان. منك لله يا نهى. خدوهم ومشوا، بس سابوا الشجرة اللي هي سارة. الحمد لله يا رب، ما عرفوش ان انا شجرة. كويس اوي ان انا اتحولت شجرة، كنت زماني معاهم. بس وبعدين هسيبهم كده يعني؟ انا لازم اشوف حل واساعدهم، بس ازاي بس وانا شجرة؟ وفجأة ظهروا الجن. انتم رحتوا فين وسبتوهم كده؟ مش المفروض ان انتم معانا ولحمايتنا؟ لو كنا فضلنا كنا اتحبسنا معاكم وما كناش عرفنا نساعدكم. طب والحل؟ هنعمل ايه دلوقتي وهم خدوهم كده ليه؟ وهيعملوا فيهم ايه؟ انا خايفة قوي عليهم. ما تبسي بقى واسكتي شوية، ادينا فرصة نفهمك هنعمل ايه. حتى وانت شجرة مش بيبطلة لوك. وليه ان شاء الله؟ ده على اساس يعني ان انا اتحولت لشجرة سد الحنك. ده ايه سد الحنك ده؟ ده بيبقى عبارة عن دقيق وسمنة. بعدين بقى افهمك. ها، خلونا في المخطوفين دول دلوقتي. انت الوحيدة اللي هتقدري تساعديهم، وخصوصا ان انت سهل تدخلي المملكة بتاعت ملك الجان السفلي. انا؟ ده ازاي ده؟ عشان انت شجرة فممكن تدخلي عادي جدا. يا سلام، يعني لو شافوني يعني اعمل ايه مثلا؟ بقى في شجرة بتمشي؟ دول هيشكوا فيا على طول. ما تقلقيش، هندخلك وهنختفي، وانت في نقطة ضعف واحدة الملك الجاي تقدري تهزميه منها. طب وايه هي بقى نقطة الضعف دي؟ التاج اللي هو لابسه، هو ده اللي حاميه. اول ما تاخدي منه هيتهزم على طول، وهتقدري تاخدي دماغه بمنتهى السهولة، ووقتها هو هيتهزم وكل الخدم هيسيبوه، ووقتها بقى نقدر نخرج كل المحبوسين. بص يا سيدي، هو كلام جميل ويحترم، بس انا بقى اجبن بكتير من ان انا اعمل كده. وما تقدريش ليه؟ تقدري بس تتكلمي والسلام. انا بقى اخر اتكلم وبس، لكن بقى اللي انت بتقول عليه ده صعب قوي على فكرة. مفيش قدامك غير الحل ده، يلا. قال كده وفجأة اختفى هو وسارة. اما بقى عند البنات، كانوا محبوسين في كهف وعمالين يبصوا حواليهم بكل خوف. عاجبك كده؟ انت السبب، قلتلك بلاش، ما سمعتيش الكلام. ادينا هنموت ومحدش هيحس بينا حتى. يعني هو انا يعني اعرف ان هيحصل كل ده؟ اهو اللي حصل بقى. هي سارة راحت فين؟ وليه ما جاتش معانا؟ هتفرق يعني؟ ما هي كانت كمان اتلعنت وتحولت لشجرة، فمش فارقة كتير. انا عايزة اعرف راحوا فين كل اللي كانوا معانا وكمان هيساعدونا؟ هربوا كده على طول؟ يا روح ما بعدك روح. اما بقى عند سارة اللي فجأة لقت نفسها في كهف كله نار وشكله مخيف جدا. سارة بخوف، هرسوح، ايه المكان ده؟ ده شكله يخوف قوي. هي دي مملكة ملك الجان السفلي، كلها نار، لازم تتخلصي منه عشان تنقذي الباقي. طيب ما تخليك معايا، انا خايفة قوي. ما ينفعش، لازم اللي يتخلص من الجن السفلي يكون انتي مش من الجن. خلي بالك من نفسك. انا لو حصل لي حاجة ما تنسانيش، خليك فاكرني. وهوب مرة واحدة ريحان اختفى. يا معفن، ده حتى ماليش بعد الشر عليكي. هما حتى الرجالة هنا ما عندهمش قلب، انس زي جني كلهم صنف واحد. وفجأة ظهر ملك الجان السفلي. سارة اترعبت قوي. ملك الجان قال: ازاي انسيين ظهروا في المملكة بتاعتي؟ انتم عارفين ده معناه ايه؟ معناه اني خلاص هيتقضي عليا. ما تقلقش يا ملك الجان، احنا حبسناهم ومش هيخرجوا ابدا. لازم يموتوا يتحرقوا. مش عايز انس يبقى موجود في عالم الجان، لازم يكون موجود ملك الجان السفلي. مش لازم ينتهي، مفيش نار بتطفي. اوامرك يا ملك الجان. واختفى الجن وضحك الملك بكل شر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، دول هيموتوهم. لا، انا لازم اتصرف بسرعة كمان. اتحركت سارة ناحية ملك الجان. الملك بصدمة: الشجرة دي ايه اللي قربها هنا؟ وجات منين؟ شجرة ايه دي؟ وراح ناحية الشجرة عشان يشوفها وقرب منها قوي. ايه ده؟ شجرة جميز؟ بس فجأة سارة اخدت التاج من راس الملك وقالت له: لا ليمون يا روح طنط. ملك الجان بدأ يتحرق
والجسم كله يختفي ويصرخ ويقول إنسية إنسية. انا اللي قضيت عليك عشان تعرف ان الانس اقوى. اتحرق اتحرق يا معفن. اما بقى عند البنات فجأة ظهروا الجن عندهم. انتوا ايه اللي جابكم انتوا بعد ما سبتونا جايين ليه دلوقتي؟ ده انتم طلعتوا جن هفق بشكل جاتكم خيبة. ما كانش ينفع نظهر لأننا كنا هنتحبس معاكم. هي فين سارة؟ راحت فين؟ سارة قضت على ملك الجن السفلي وخدت راسه، وريحان هيوصلها لملك الجن. الله، يعني خلاص كده هناخد الكنز ونروح العالم بتاعنا؟ أيوة، هتاخدوا الكنز. أما بقى عند ملك الجان. عفارم عليك يا إنسية، عرفت تقضي على ملك الجان وتنهي حياته. عيب عليك، هو احنا شوية؟ ده أنا من الدق برضه. مع إني مش فاهم كلامك لكني مبسوط بذكائك. وفجأة ظهروا البنات. سارة انت كويسة؟ ما تقلقوش عليا يا بنات، أنا كويسة الحمد لله. كده أنا عند وعدي وهسلمكم الكنز تبدأوا بيه حياتكم من جديد. يا شمروخ هات الصندوق المطلوب. وفعلا الجن شمروخ جاب الصندوق وفتحوه، كان فيه دهب كتير قوي. اتصدموا من كمية الدهب. الدهب ده كله بتاعنا احنا؟ ده مكافأة اللي يقضي على الملك الجن السفلي، من حقكم انتوا. متشكرين جدا يا ملك الجن. ممكن بقى تساعدنا نرجع الأرض من تاني؟ أيوة طبعا، رجعوهم مكان ما خدتوهم. وفعلا راحوا المكان المرايات الأربعة. أنا مبسوط جدا إن انتوا حققتوا اللي انتوا كنتوا عاوزينه، مع إني زعلان إن أنا مش هشوفكم مرة تانية. أنا متشكرة جدا على اللي انت عملته معانا. خلاص هتمشي يا سارة؟ طب والله أخدت عليك يا رحرح، بس أنا عايزة أرجع تاني بدل ما أنا شجرة كده أهو. مع السلامة. كل واحدة فيكم تدخل مرايتها وهتوصلكم مكان ما كنتم. وفعلا دخلوا كل واحدة مراية، وفجأة لقوا نفسهم في المكتبة وسارة رجعت زي ما هي. الله، الحمد لله يا رب، رجعت بني آدمة من تاني، مع إني كنت شجرة أحلى. يا بنات، هو احنا هنعمل ايه بالدهب ده كله؟ احنا هنبيعه ونفتح مشروع لينا كلنا. ايه رأيكم في مطعم؟ ده مشروع حلو جدا على فكرة، يلا بينا. وفعلا فتحوا المطعم، ويوم الافتتاح نوى اتكلمت وقالت انا مبسوطة جدا جدا، اخيرا حققنا كل اللي نفسنا فيه. ايوه، ولسه كمان معانا دهب، ده احنا بقينا مليونيرات يا بت. ايوه بس في حاجة ناقصة. ايه بقى اللي ناقص يا ست سارة؟ رح وحشني قوي. ومرة واحدة دخل عليهم واحد من اللي شغالين وقال في واحد عاوزكم بره. عاوزنا احنا؟ اللي خير؟ معرفش، بس هو طلبكم انتوا الأربعة كلكم. كانوا مستغربين جدا، وريم قالت تعالوا لما نروح نشوف في ايه وعاوزين ايه مننا بالظبط، يلا تعالوا. وفعلا راحوا، واتصدموا لما شافوهم الأربعة قاعدين على الترابيزة. شاروخان، هرسوح، رحرح، رموح. الأربع شباب اللي قاعدين استغربوا وقالوا أفندم، بتكلمونا احنا؟ أنا كنت عاوز أحجز المطعم اليوم كله عشان احنا عندنا حفلة. الأربع بنات بصوا لبعض بصدمة وقالوا انتم من الإنس؟ أيوة. دي شكلها تحلو وهناكل سوشي في الجو. وفضلوا الأربع بنات عمالين يضحكوا. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، وكمان خلصت حكايتنا. استنوني في حلقة جديدة بحكاية جديدة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة.